أسرع إنترنت في العالم، ده مش بس أسرع إنترنت في العالم، ده أسرع إنترنت في التاريخ. يلا ندخل في الفيديو عشان ما أطولش عليك. تعال. أسرع إنترنت في التاريخ، الإنترنت اللي هاكلمك عنه دلوقتي هتحس إن أنت رُحت في حتة تاني خالص. لو تفتكروا معايا في سلسلة الفيديوهات اللي إحنا قُلنا هنعملها بخصوص مؤتمر برشلونة الMWC الخاص بالتكنولوجيا، كنت في الحاجات اللي إحنا قُلناها ورا بعضيها كده بنسردها اللي ذُكرت في المؤتمر ده، كانت في حاجة اسمها شبكة إنترنت جديدة اسمها ال6G، وكان في بعض التعليقات كده قابلتني قال لك 6G ما أعتقدش إنها ملهاش لازمة، هتبقى أسرع من ال5G إزاي؟ ده في دول أصلًا ما عندهاش ال5G حتى الآن، بلد زي بلدنا مثلًا مصر ال5G حتى لو شغال فيها مش أحسن حاجة، هم ابتدوا يشتغلوا عليه اليومين دول، انما الشبكه اللي انا هكلمك عنها النهارده يا صديقي مش 6G اصلا اللي انت ما كنتش مصدقها، فانا عايزك تركز وتشوف الفيديو ده من اوله لاخره عشان تشوف السواد اللي احنا داخلين عليه. الصين بدات الحرب التكنولوجيه رسميا مش على امريكا بل على العالم باكمله. الصين تعلن عن شبكة الإنترنت الجديدة الخاصة بيها 10G. أنت متخيل الرقم اللي أنا قلته؟ طيب خليني الأول أكلمك عن تفاصيل شبكة ال 10G دي عشان تبقى عارف أنا بكلمك على إيه، وعشان تبقى عارف العالم بعد كده رايح فين وداخل على إيه. مبدئيا سرعة الشبكة دي هتبقى 10 جيجا بت في الثانية الواحدة. يعني ده معناه إيه؟ أبسطها لك. مبدئيا كده يا صديقي هو هيكون سرعة الانترنت ده اقوى من الانترنت ال5G اللي موجود في العالم كله واللي موجود عندك في البيت مثلا، ده انت لو عندك 5G ب 100 ضعف. واحدة واحدة. يعني لو سرعة ال5G اللي عندك مكيفاك ومبسوط، فيا صديقي الانترنت ال10G بتاع الصين اعلى ب 100 ضعف، يعني ب 100 مرة. انت مستوعب اللي انا بقوله لك؟ طيب ما تيجي اكلمك كلام انت تفهمه، يعني ب 100 مره ده مثلا يا احمد ايه عباره عن ايه؟ لو انت عندك اعلى سرعه اللي هي ال5G وجيت تحمل فيلم مثلا من ساعتين لساعتين ونص والصيغه بتاعته 4K، حلو يا حاج، مفيش اتقل من كده اهو. حجم الفيلم ده تقريبا هيبقى 20 جيجا بايت، تمام. المفروض تحميل الفيديو ده او تحميل الفيلم ال 4K ده على الديفايس بتاعك هياخد وقت معاك من 7 دقايق ل 10 دقايق، ده انت لو شغال على ال5G يا صديقي زي ما احنا بنقول اللي هي على سرعه 1 جيجا بايت في الثانيه. تعال بقى خد نفس الفيلم ده بنفس الكواليتي ده عشان تحمله على شبكة ال 10G بتاعة الصين. جاهز يا صديقي عشان تاخدها في نص دماغك؟ انت هتحمل الفيلم ال 4K اللي احنا قلنا عليه ده يا صديقي اللي هو بينزل من 7 دقايق ل 10 دقايق على اعلى سرعة في ال 5G، هتحمله في اقل من 20 ثانية، يعني تقريبا 18 17 ثانية هتكون محمل الفيلم كامل بال4K بالكواليتي اللي انا قلت لك عليها دي بالظبط. انت مستوعب يا حاج الرقم اللي انت سمعته؟ انت مترجم انا بقول ايه؟ ده يا صديقي عشان الصين قدرت تتوصل لتصنيع شبكات الانترنت الجديده بطريقه السرعه المهوله دي اللي قدرت توصل لها الصين، عشان تم تصنيع الشبكات ال 10G الياف جديده اسمها الياف البصريه. وعشان نتكلم عن الالياف البصريه دي الفيديو ده هيطول جامد وانا مش عايز اطول عليكم. الالياف البصريه دي يا صديقي بتقدر تنقل البيانات بسرعه الضوء. انت متخيل السرعه؟ عشان بس انت تبقى فاهم انت احنا بنتكلم على شبكه ايه بالظبط. الصين يا صديقي كانت قالت ان الشبكات دي مش هتبقى للترفيه فقط، لا، الشبكات دي هيستخدموها في الطب وهتفيد دكاتره كبيره جدا بتقدر ان هي تحضر العمليه عن طريق الانترنت بسرعه مهوله جدا، اكن الدكتور في اوضه العمليات بالظبط. يعني مجرد ما يتوصل بالنت بالشبكه بتاعت ال 10G دي هيبقى بينه وبين الاطباء التانيين اللي في اوضه العمليات اكنه قاعد معاهم في اوضه العمليات بالظبط. الكلمه اللي هتتقال اكنها اتقالت في ودنه، مش هتاخد لها مثلا 5 6 ثواني على ما توصل له، لا ده اكنه حاضر معاهم الاجتماع او العمليه. كمان الصين قالت ان هي هتفيدهم في التعليم وخاصة تعليم الذكاء الاصطناعي الجديد، كمان هتفيدهم في الزراعة الحديثة اللي هي برضه بالاي اي. والصين كمان قالت ان هي هتفيدهم في وسائل المواصلات بالذكاء الاصطناعي،
طبعا انتوا عارفين من فتره كبيره ان كان في نزلت عربيات تاكسيات من غير سواق، وكنا سمعنا عن الموضوع ده. الموضوع ده هيبقى رسمي تقريبا لما الشبكه دي تشتغل في الصين، مش هيبقى في حاجه اسمها اصلا سواق. ونقف هنا شويه، انت عارف ده معناه ايه يا صديقي؟ انت فاهم ليه بقول لك الصين بدات حرب تكنولوجيه ومش على الامريكان، ده على العالم كله. خلينا بقى في حته الامريكان. الصين معنى ان هي تتوصل لحاجه زي كده، ده معناه ان هي هتتوصل لاحدث انواع الرقائق، او بالبلدي كده البروسيسورات. يعني امريكا منع الصين ان هي تصنع بروسيسور اصلا، مش مدياها المواد اللي تقدر تصنع بيها البروسيسور. عشان كده المشكله في شركه هواوي اللي احنا عارفينها كبيره جدا، مش قادره تواكب العصر بسبب البروسيسور. اللي انت بقى ما تعرفوش يا صديقي ان شركه هواوي ابتدت تكشر عن انيابها، وهنتكلم في فيديوهات جايه عن شركه هواوي وعن الابداعات اللي هي ابتدت تنزلها. وانا بقول لك بفضل الشبكه دي اتقل الصين جايه بروسيسور بنسبه من 70 ل 80% هيرقد بروسيسورات العالم، حتى ابل الايبايونيك المشهور اللي مفيش حد عارف يتحتحه من مكانه. يعني حتى الآن بيتم تجربة الشبكة دي في ولاية شيوغان في الصين، وبعد ما يخلصوا على الولاية دي ويتأكدوا ان هي تمام، هيضطر بعد كده هينقلوا الأعمال بتاعت الشبكة دي في بكين وشنغهاي وباقي الولايات اللي في الصين. يعني في فترة قريبة جدا هتسمع عن الشبكة دي غزت الصين كلها. وزي ما انا قلت لك كده في الفيديو، في اول الفيديو، ان انت داخل على ايام تكنولوجية سواد السواد، وشكلها كده يا صديقي العند بيولد الكفر، وشكلها هتقوم قريب. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعنا على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. اي استفسار بالمبيعات وحركه البيع والسوق هتلاقيها على موبايل تربو. تابع الصفحه دي هتفيدك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله. استنى رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، السلام عليكم.